السلام عليكم صديقاتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم نقدم لكم صابلي الزيادة او صابلي السبوع ناجح ومضمون بطريقة مبسطة وطريقة ومقادير مضبوطة، كيجي ناجح معتمد عندي هذه سنوات. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونبداو مع مقادير هذه الوصفة. بالنسبه للمقادير ديال الصابلي كنحتاجوا ليه 125 غرام الزبده ديال العلبه ديال البواطه، 125 غرام ديال الزبده سبيسيال، كنحتاجوا 100 غرام ديال سنيده او سكر حبيبات، 100 غرام ديال السكر كلاصي عادي، عندي نصف كاس صغير ديال الزيت اللي الوزن ديالو 50 غرام، عندنا جوج بيضات، وعندنا النكهه اللي بغيتو. انا هنا درت نكهه ديال الكوكيز او ديال البسكوي، وعندنا الدقيق الكافي تقريبا تما عبره 750 غرام. كناخذوا واحد الميكسور وكنعملوا فيه الزبده، عندي زبده سبيسيال وكنضيف ليه هذيك الزبده ديال العلبه. هنا استعملت زبده ليليا، كنضيف ليه سنيده او سكر حبيبات، سكر كلاصي، كنضيف ليه قبصه الملح. عندنا النكهه يمكن لكم تضيفوا اللي بغيتو، ناطا او بسكوي، هنا استعمل ديال الكوكيز. ومن بعد كنضيف ليه هذيك نصف كاس صغير ديال الزيت اللي الوزن ديالو 50 غرام. كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا هاد العناصر وتطرى لنا هذيك الزبده. من بعد كنضيف ليه هذوك جوج بيضات، كنخلطوهم مزيان حتى يولي الخليط كريمي، كنخلطوه مزيان حتى يولي مزيان الخليط كريمي. هذه هي الطريقه المعتمده عندي ديال الميكسور، لان اسهل طريقه، ما كتخدميش بيديك وكيتخلط لك داكشي مزيان، ما كيبقاوش عندك طريفات ديال الحبيبات ديال الزبده، طريفات ديال الزبده. من بعد كنضيف ليه الدقيق، عندي 750 غرام عبره في هذيك التبصيل بالتحديد، كنضيف له بشويه بشويه ونخلط حتى كيتجانس هاد العناصر. تقريبا كتهز ليا 700 غرام، كنخلط في الميكسور حتى يقدو، حتى الوزن ديال الطحين اللي يقدو. من بعد كنزولو كنكبو فوق طاوله العمل او في قصريه اللي بغيتو، وكنكمل نضيف له الدقيق الكافي اللي غيجمعوا لي. ما كندلكوش لان الصابلي ما كندلكوش باش ما يتورقش لينا، يتنفخ لينا في الفران او يتصغر لينا الحجم ديالو. كان غير كنخدموه بالاصابع ديالنا، غير كنجمعو، ما كندلكوش، يعني كنضيفوا له الدقيق الكافي. بالنسبه كي قلت لكم هذا الخليط هز ليا 700 غرام، يعني شاط ليا 51 غرام، كنضيف غير بشي شويه شويه هكا حتى تنجمع هذا الخليط. يعني كنجمع هذيك الخليط ديال الصابلي ديالنا، كنعمل له كويرات وكنديرو في البابي سيلوفان وكندخلو للثلاجه يرتاح على الاقل واحد نصف ساعه حتى لساعه، لان فيه الزبده سبيسيال كتبقى دايبه، خصنا باش تشد راسها باش عاد نطلقوها. كندخلو الثلاجه، من بعد عاد كنجبدو باش نشكلو به اللي بغينا. من بعد ما كيرتاحوا كنجبدوه من الثلاجه ونعملوه بين جوج بلاستيكات ديال الكونجيلاسيون او بين جوج ورق ديال الفرن، كنطلقوهم بالسمك اللي بغينا. هنا هاد بالنسبه لهادو ديال الصابلي اللي كيكونوا غير صابليه وحده، ما كيتكون غليظ وما كيكون رقيق بزاف، كيكون متوسط معتدل الحجم ديالو. كنقطعوه بالقطاعات اللي بغينا. بالنسبه للقطاعات ديال صابلي السبوع او صابلي الزياده، هادو هما الاشكال اللي كنستعمل. كنقطعوهم وكنوضعوه في الطبق ديال في الفطاوات الفرن اللي كتكون مغلفه فيها يا اما ورق الفرن الا كنتو ما بغيتوش يكون فيهم هذوك المربعات، او كيكون فيهم هذيك السيلبات اللي كنديروا اللي كتكون كتعطينا داك الشكل ديال المربعات في الصابلي ديالنا. هذا هو السمك ديالهم. كنكمل هكاك البلاطو ديالنا. الطاوه ديالنا بالنسبه لكل شكل كنعمل، هو في البلاطو كيكونوا 10، ولكن كنضيف انا واحد جوج كاضافه. ما كتعرفي كتوقع بعض المرات يتحرق لك ولا بعض المرات يتهرسوا لك ولا شي حاجه، كنضيف ديما واحد جوج، يعني كل شكل كنعمل فيه 12 الصابليه وكنحطهم. بما ان كيكون السمك ديالهم بحال ما تخافوش عليهم واخا تخلطوهم في الطاوه. من بعد ما كنساليو، ما كنجمعوش، ما كندلكش العجين، كنديرها بحال هاد الطريقه وكنكمل نطلقها عاوتاني وكنصايب الاشكال الاخرين. كنكمل كلشي. انا كنوضع جوج طاوات تقريبا كنوضعهم في الثلاجه،
كنصايبهم كنوضعهم في الثلاجه، لان كنتعاملوا معاهم بيدينا كيطلقوا شويه، كنخليهم خصوصا مع كيسخن الحال انايا شويه سخون الحال. داكشي علاش كتكون دايبه علينا شويه الصابلي. من الافضل كنرجعوهم للثلاجه حتى تنبغيو نطيبوهم. كنشعل الفران وكنطيبهم على 170 درجه حتى تيسخن الفران، وكندخلهم يطيبوا على عافيه مهيله. تقريبا كياخذوا لي واحد نصف ساعه باش يتشكلوا ليا وتلونوا ليا ويذهب ليا اللون ديالهم. يعني كنطيبهم على مهل، ما كنرفعوش الحراره باش ما يطيب من برا ويبقى ليا من الداخل معجن. داكشي علاش كنخليوه على عافيه مهيله 170 درجه شعله عليه. بالنسبه للفرن ديال المروحه كتكون فيها هذيك غير الفوق والتحت بلا مروحه. بالنسبه للناس العاديين كنطيبوه على 170 شعله عليه غير التحت حتى تيطيب لتحت، عاد تنشعلوا عليه الفوق يعني فرن عادي حتى تنطيبوا لتحت يتحمر لينا يذهب لينا اللون ديالو تقريبا واحد 20 دقيقه، عاد تنشعلوا عليه الفوق باش يتحمر لينا. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طاب لينا الصابلي. كيجي رائع مقرمش واللون ديالو ذهبي، كيمكن لك تحتفظي به. انا كنخلي نهار ديال الصابلي بوحدو كنطلقو ونطيبو ونجمعو ونحتفظ به حتى تنوجد ثاني عجينه الشوكولاط نهار اخر باش نخليه تزين نهار اخر باش ما نفاتيكيش ما نتعبش راسي. بالنسبه للعجينه ديال الشوكولاط كنحتاجو 250 غرام شوكولاط ابيض عادي، انا استعملت نوع كالا. عندنا 100 غرام ديال الكلوكوز اللي كنعبرها مباشره في الكاسرونه نخدم فيها. عندنا واحد الوريقه ديال الجيلاتين، وعندنا 70 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال. وبالنسبه للملونات كنحتاجوا ملونات اللي خاصه بالشوكولا، هادو هما الانواع اللي غنستعملوا غير واحد النوع فيهم. كناخذوا ديك الكاسرونه اللي فيها الكليكوز وكنضيف ليها الشوكولاط. عندي 100 غرام 250 غرام ديال الشوكولاط الابيض نوع كالا اللي استعملت. كنعملوهم فوق كاسرونه فوق حمام مريم ونخلطوهم حتى كيسخن ليا هذا الخليط مزيان. واخا كيخرج لكم الماء واخا كيتفرق لكم ما تخافوش، غير خدموه مازال فوق حمام مريم. الماء ما كيقيش الكاسرونه. من بعد كنضيف ليه ملي كيذوب ليا داك الشوكولاط كنضيف ليه هذيك ورقه الجيلاتين اللي كنفزقها في الماء بارد وكنعصرها وكنضيفها عليه. كنبقى نخلط حتى تيتجانس هاد العناصر وتولي واحد الخليط متجانس وتجمع ليا حتى لا تفرق لكم هذاك الماده الدهنيه او الماء اللي كيكون في الشوكولاط كيتفرق لكم عليه. كتحققوا تخدموا حتى تيتجمع ويرجع يدخل في هذا الخليط. يعني كنبقاو فوق حمام مريم حتى تتولي هذا الخليط هكا متجانس وخليط كنهزو كيتهز ليا بحال هذه الطريقه. من بعد كنكبوه في واحد البول اللي كنكون عابره فيه 70 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال ومغربل كنوضعوه فيه هنايا كيف ما كتلاحظوا وكنخدموا. راه هاد الكميه ديال السكر كلاصي هي كافيه باش كتجمع ليا هاد 250 غرام ديال الشوكولاط وورقه الجيلاتين و100 غرام فقط. ما كنضيف حتى اضافه اخرى، ما كنزيدهاش لان كيكون سخون كتبقاي تزيدي فيه ما كتعرفيش حتى تتقصحيه بزاف. هو راه غير كتضيفي ليه هاد 75 غرام صافي كيدخل في هاد الخليط. صافي كنجمعو كنخلطو مزيان. كنفرق كناخذ واحد الكميه كنخليها بيضه. يمكن لكم تضيفوا لها ملون ابيض خاص بالشوكولاط او يمكن لكم تخليوه كما هو. وبالنسبه لا بغينا نديروا ملونات اخرى كنضيفوا الملونات ديال الشوكولاط الخاصه بالشوكولاته اللي كتكون عندهم واحد السميه خاصه كتقول لهم الملونات الخاصه بالشوكولاط هما اللي كنضيف ليه. انا اختاريت هذاك اللون الاحمر وكنغلفوهم بالسلوفان وكنخليوهم غير يبردوا شويه وعاد نستعملوهم. كيف ما كتلاحظوا انهم كيكونوا طريين، يعني كيكونوا سخان كيكونوا مازال طريين. تقدر مازال تزيدوا فيهم السكر كلاصي، ولكن ملي كيبردوا كيوليو قاصحين بزاف. داكشي علاش قلت لكم 70 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال كتكون كافيه. هنا كنضيفوا اللون على حسب الدرجه اللي بغيتي. هنايا هذا اللون اللي استعملت اللون احمر، راه كاين اللون غوزي بوحدو واللون احمر بوحدو. استعملت هذا اللون وكنبقى نخلطو هكا حتى تجانس ليا في العجين في لاباط ديال الشوكولاط ديالنا. وكنعملو في بلاستيك غذائي وكنخليه يرتاح حتى تيبرد عاد كنستعملو. من بعد ما بردات ليا العجين ديال الشوكولاط كناخذ واحد الكميه كنخليهم ديما مغلفين بالسلوفان باش ما ينشفوش لينا. كنحاول نخدمها شويه باليد ومن بعد كنطلقها بهذا بالمدلك ديالنا وكنشكلوا بها الاشكال اللي بغينا على حسب. بالنسبه للبلاطو كنديروا النص ديالو تقريبا بيض والنص ديالو احمر باش يكونوا واحد
التوازن بين الالوان وبين الصابليات ديالنا. كل صابلي وعنده اللون اللي غيكون خاص به. مثلا عندي هنايا اختاريت هادو اللي غيكونوا بالابيض، كنقطعهم بنفس القطاعات اللي قطعنا بهم الصابلي ديالنا، نقطعهم هما الاولين. التعليكه، بالنسبه للتعليكه اللي كنلصقوا هي تعليكه عاديه يعني اللي معتمده عندكم، او يمكن لكم تراجعوا الصابليات السابقه، الفيديوهات السابقه كاين فيهم تعليكات على حساب كل صابلي عندي تعليكه شكل. هنايا كنقطعوا بالقطاعات ديالنا. وبالنسبه لهادو اللي كيكونوا فيهم زواقه كنضغط عليهم باش يشكل ليا في العجينه ديال الشكلاط. وبالنسبه لدوك الاشكال اللي كتشوفوهم كيكونوا عندهم هاد الطوابع الخاصين، كنبركوا عليهم خاصين، كنبركوا عليهم على العجينه ديال الشكلاط حتى كيتشكل لينا هاد الاشكال. عاد كنقطع بالقطاعه ديالتنا كيف ما كتشوفوا، هذا بحال الياجور او الحيط، كنصايبها في العجينه ديال الشكلاط ديالنا. ومن بعد كنقطعوها بالصابلي ديالنا، كنلصقوهم بالتعليكه اللي بغيتو اللي معتمده عندكم، او كراميل اللي كيكون اللي كيتباع في البواطه، نسلي كراميل. او يمكن لكم هذه تعليكات اوني يعني اللي كتكون ما بين الشكلاط والناباج والنكهه. او يمكن لكم ديروا فقط الكليكوز والناباج، كتكون كميه الكليكوز شويه زايده على الناباج، وتسخنوهم ونلصقوا بهم، نوضعوهم على الصابلي ونلصقوا بهم هاد العجينه ديال الشوكولات، كيجيو رائعين. يمكن لكم ما تضيفوا حتى نكهه في التعليكه. راه الشوكولات، عجينه ديال الشوكولات كتكون لذيذه احسن من لاباطا سكر، كتكون لذيذه لان الشوكولات اللي كنكونوا مستعملين كيكون بنين. من بعد ما كنساليو كنلصقوهم هكا في الصابلي، عاد كنوجدوا التزيين. يمكن لكم توجدوا التزيين قبل يعني بليله توجدوهم وتحطوهم على جنب، ماشي مشكل نشوفوا لكم. انايا كنستعمل مباشره. بالنسبه لهذا الشكل اللي كيكون فيه هذه كنزوقوه بالسميه ديال شي حاجه ديال الشخص او هابي بيرثداي ولا شي حاجه، ما كنحاولوش اننا نديروه فوق الصابلي لانها يهرس لنا الصابلي. كنصايبوه في العجينه ديال الشكلاط هو الاول، يعني كنكتبوه هنايا بداك الناكخي، كنديروه في واحد الميكا وكنوضعوا عليه هذاك حتى يشد اللون، وكنبركوا عليه في العجينه ديال الشكلاط بحال هذه الطريقه. عاد كنلصقوه فوق الصابلي. الا درتيه فوق الصابلي العجينه الشكلاط هو الاول، وعاد كتضغطيه ليه كيهرس لك الصابلي. داكشي علاش من الافضل ان تكتبي في الباط فوق طاوله العمل، عاد كتلصقيه. ومن بعد كنوليو نلصقوا هذوك التزيين الاخر. كل حاجه باش مصايبه بالعجينه ديال بالسيليكون، المول ديال السيليكون الخاص به. كنصايبوهم بحال هذيك الكسوه. كناخذوا شويه من العجينه الحمراء ديال الباطاسيو، كنخدموها شويه بيدينا باش كترخى بحال عجينه الشوكولات. خصها ضروري تخدميها شويه باليد باش كتطلق لك، عاد كتستعمل بها وكتضغط عليها باليد باش كيكون مقاد. عاد كنزولوه وكنلصقوه حتى هو ضروري، كنلصقوه بالتعليكه ديالتنا. كنحطوهم وكنحطوهم على جنب ينشفوا شي شويه من ما نوجدوا باقي تزيين. هنايا التاج حتى هو كذلك كنقادوه ونحطوه على جنب. عندي رجيلات، عندنا هاد البابيون، يعني كل صابلي كندير له التزيين ديالو. والعكس حتى هو باللي كنوليو نخدموا بالصابلي اللي كنديروهم كلهم بالحمر وتزيين بالابيض كيكون مخالف ليه، يعني باش كيعطي واحد التوازن في هذاك البلاطو ديالنا. كاين صابليات اللي كيكونوا بالابيض، وكاين صابليات اللي كيكونوا بالحمر كيكون التزيين ديالهم بالابيض. كنكمل هكا العمليه ديالتني حتى تنسالي التزيين ديالي. كياخذ شويه د الوقت وفيه الخدمه هاد الصابلي، ولكن كيكون ممتع ورائع. والطريقه راه مبسطه، يعني مقادير مضبوطه، لا بالنسبه للصابلي لا بالنسبه لعجينه الشوكولات، كلهم مقادير مضبوطه. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتجربوا هذه الوصفه. هذه الوصفه راه معتمده عندي هذه سنوات فاش كنبغي نصايبوا لشي حد صابلي الزياده. كاين اللي كيبغي صابلي الزياده يكون الزبده سبيسيال كله، حتى هو راه كاينه الوصفه ديالته، ولكن هذا كيكون خليط ما بيناتهم، كيكون معتدل حتى هو كيجي زوين ولذيذ.
كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتجربوه. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وشهية طيبة ونهاركم مبروك.